راوغ ومن فتح الزاويه ومن قدم العرضيه، قدم الاسيست على التبقي من ذهب سيف الدين بيناو. شومي كان منظما سريعا من جانب ناصر الوداد الرياض، مررت الكره بشكل موفق من الطرف الايسر الجهه اليمنى، دارت الاس وظهر البوليس سامبو جونيور. فرحة بعد انتصار فريق الوداد الرياض في مدرجات ملعب مولير حسن راحد من الهجمه كيف كان. سيف الدين بوهرة هو من قاد البناء الهجومي، ثانيه راسيه من بوليس جونيور. سامبو تمنح الهدف 10 لبوليس سامبو جونيور، وهو الهدف هدف التعادل في هذه المباراة. إذا يتمكن بوليس أخيرا من رفع الحصة التهديفية بعد ما كانت استقرت. التهديف يعود إذا لهوايته مجنونة من طرف خوي كارلوس غاريدو. الاتحاد الرياضي التوروغي والهدف من طرف يتمكن من تسجيل هدف الثاني في هذه المباراة، والهدف رقم بوليس سامبو جونيور. استعاد أخيرا نغمة التهديفية فيما في الصورة جوزيف الكومبوس، وهو يتابع هذه الانطلاقه كيف كانت. لاحظوا العمل كل العام، كره بينيه متابعه انطلاقه من بولي، يتفوق على الحارس عبد الرحمن حوسي. دفاع الاتحاد الرياضي التروي كان ذكي في ذلك يحيى عطيه الله في عمليه التمرير، اختلف في عمق الدفاع امام حصره كبيره من جانبي منديراني ومن طرف ياسين الاخلاج. من طرف ياسين الاخلاج هدف مكلف، خطا مكلف استغل الوداد الرياضي. هدف ثاني يقلب الطاوله على الاتحاد الرياضي التوروغي ويتقدم الان بهدفين مقابل واحد. قلت لكم كانه كل طرف يتحين الفرصه من اجل الوصول للشباك مره اخرى. قل الوداد الرياضي تجربه الوداد في الجوله الثانيه.